السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم على قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا بصحة جيدة. وصفتنا اليوم إن شاء الله طلبتوها مني بزاف، طبق جزائري تقليدي، طاجين الزيتون. نحضره معكم على طريقتي بطريقة رائعة جدا، يجي بنين بزاف، ونقدموه مع هذه المملحات بدون عجين، اقتصادية، بمكونات متوفرة في كل بيت، والنتيجة ولا أروع. ما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا المقادير وطبعا طريقة التحضير. على بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. اذا كما راكم تشوفوا لا كوكوط ولا اي وعاء راح تطيبوا فيه، نحطوها على نار متوسطة، نحطوا فيها 2 ملاعق كبيرة تاع الزيت مع نصف ملعقة كبيرة لمارغرين، ونقلي الدجاج. هنا الكمية على حسب الكمية اللي تحبوا ديروها، مثلا ديروا كمية كبيرة كمية قليلة. كما راكم تشوفوا من بعد ما قليت الدجاج راح نزيدو حبه بصله مع 2 فصوص ثوم، ونكمل نقليهم مليح. من بعد ما قليت البصله مع الثوم والدجاج راح نزيدو شويه نتاع الملح، ما نكتروش لانه راح نديرو طاجين الزيتون، والزيتون طبعا فيه شويه نتاع الملح. نزيدو راس الحانوت اللي حضرته معكم في فيديو سابق، واللي مازال ما شافتش الفيديو راح نخلي لكم الرابط اسفل في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، باش تعلموا كامل كيفاش تحضروا راس الحانوت لرمضان ان شاء الله. ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا. نزيدوا شويه نتاع الفلفل الكحل، واذا عندكم الابيض راح يكون احسن، وربطه حشيش مقطفه ومعدنوس، ونقلي الدجاج مليح مع التوابل. ونزيدوا كميه من الزيتون الاخضر من بعد ما غليته في الماء تقريبا مده 10 دقائق. كما نقول لكم دائما خلي له شويه نتاع الملح باش المرقه نتاعنا ما تجيش صامته. ونزيدوا الجزر كما راكم تشوفوا قطعته دوائر، ومرقنا بماء سخون يغلي. بالنسبه للماء ما تكتروش باش المرقه نتاعكم تجي مجمره. ونغلقوا لا كوكوط نتاعنا، نخليها على نار متوسطه تقريبا مده 17 دقيقه الى 18 دقيقه، راح يطيب ويجي ما شاء الله. وقبل ما نكملوا الوصفات نتاعنا، مازال بزاف فيكم اللي يسقسوني على هذا لاكوكوت اللي سبق وهضرت لكم عليها في فيديو خاص في اخر مره كي شاركتها معكم. واليوم عاودت لكم خصيصا باش نجاوبكم. ما تتصوروش يا البنات، عدد كبير جدا جدا من الرسائل الخاصه اللي توصلني دائما على هذا لاكوكوت. المهم البنات، باش ما نطولش عليكم، هذا لاكوكوت ماركه المانيه، وعاودت طيبت فيها شحال من مره، هايله طيب روعه، سريعه في التطياب، وتاع الانوكس، والانوكس تاعها خشين من النوع الممتاز، ما تلصقش ابدا. والحاجه المليحه فيها الثمن والنوعيه. والميزه الاجمل تشري كوكوطه فيها 2، وحده كبيره وحده صغيره بغطاء واحد وغلاق تاع الزجاج. واللي مازال ما شراتش كوكوطه لرمضان ننصحكم بهذه، صدقوني احسن واروع كوكوطه تشروها تجوزوا بها رمضان والايام العاديه. راح تتصلوا بهذه الارقام الظاهره امامكم في الشاشه، والتوصيل مجاني لجميع ولايات الوطن، يوصلوها لكم حتى لباب داركم وتخلصوها. واللي راح تشريها نقولها بالصحه والهنا. اذا نرجعوا للوصفات نتاعنا. كما شفتوني من بعد ما طيبت طاجين الزيتون جا ما شاء الله، ولا كوكوت نتاعنا ما تلصقش، طيبته لنا روعه. هنا نروحوا للوصفه الثانيه، راح نحضروا مملحات بدون عجينه ولا مقبله، يعني راح تسموها كما حبيتوا. كما راكم تشوفوا في الريسيبيون عندنا 2 حبات بيض، ونزيدوا كميه من الزيتون الاخضر، وكميه تاع المعدنوس، وكميه تاع الجزر، وكميه من الجبن المبشور، ونزيدوا الجبن الابيض، وعلبه تاع الطون والمعدنوس. نزيدوا شويه تاع الملح ما نكتروش، ونزيدوا الفلفل الكحل والبابريكا، ونزيدوا ونزيدوا كاس الى ربع تاع الحليب. نخلط المكونات كلهم مع بعضهم. وهنا تقدروا تزيدوا بعض الاضافات، مثلا تعوضوا الطون بالدجاج ولا بلا فيونتاشي. بالنسبه ليا حبيت نحضرهم بالطون. راح نزيدوا 2 ملاعق كبيره تاع الفارينه، ونكمل نخلط المكونات كلهم مع بعضهم بهذه الطريقه. يعني هنا ماشي لازم حتى يذوب الفرماج. هنا نجيبوا هذا المول، ممكن ديروا هذا النوع، ممكن ديروا تاع المادلين، ممكن ديروا تاع السيليكون، يعني راح ديروا واش عندكم في الدار. راح ندهنوهم بلا مارغرين باش المملحات نتاعنا ما يلصقوش في المول. ندهنوهم مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. مملحات سهله سريعه اقتصاديه جدا، بمكونات متوفره في كل بيت، صدقوني يجوا ما شاء الله، يجوا بزاف روعه. هنا من بعد ما نكمل نوزعوا الخليط نتاعنا بهذه الطريقه. وطبعا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنته مسبقا.
راح نطيبهم في 200 درجة. ناخذ المول تاعنا نحطوه في الوسط، والفرن راح نشعلو من التحت ومن الفوق في نفس الوقت. بالنسبه للاخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من الاسفل، المول تاعكم راح تحطوه في الوسط، والفرن راح تشعلوه من الاسفل. من بعد ما يتحمروا من التحت ويتحمروا على الجوانب راح نحيهم. هنا نزيدوا الجبن المبشور والمعدنوس، وناخذوا المول تاعنا نحطوه في الفرن نطيبوهم ونشوفوهم في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله. إذا هذا هو الشكل النهائي لطاجين الزيتون اللي حضرته معكم اليوم. طبق جزائري تقليدي قدمته بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، ما شاء الله يجي بنين بزاف. حضرته على طريقتي، وتلبية لطلب مشتركاتي العزيزات اللي يطلبوا مني دائما نحضر لهم طاجين زيتون. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه بنفس الطريقه. وهذه هي المملحات او المقبله اللي حضرتها معكم. كما راكم تشوفوا هنا، من بعد ما طيبتهم زينتهم بلا كريم شانتي خاصه بالمملحات، وزينتهم بالزيتون والهريسه والمعدنوس مع السلطه. نتمنى ان شاء الله ايضا تجربوهم وتزينوا بهم مائده الافطار. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات، بارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في امان الله.